الهلال يستهل مشواره في أبطال إفريقيا بمواجهة جاموس الجنوب السوداني الشقيق في دور ال 64. مباراة ما من المفترض تكون صعبة بالنسبة للهلال على الورق، وبطبيعة الحال سيد البلد هو المرشح للعبور للدور التالي نسبة لتفوق الهلال فنيا وتاريخيا وخبرة في البطولات الإفريقية. ولكن كرة القدم في النهاية تلعب داخل المستطيل الأخضر ولا تعترف بالتاريخ والأسماء، لذلك يجب احترام الخصم، لأن فريق جاموس لديهم محترفين ويشرف عليهم مدرب الهلال السابق ريكاردو. في الفريق لديه الإمكانيات لإزعاج الهلال، ولنا في فريق سنجيد التنزاني عبرة. سيد البلد خاض فترة تجريبية جيدة وذلك بالمشاركة في بطولة سيكافا، وقدر الفريق يصل للمباراة النهائية للمرة الأولى، ولكن للأسف خسر النهائي رغم المباريات الخمسة التي لعبها الهلال، ولكن المدرب لم يضع بصمته بعد، وليست هنالك هوية للفريق في الوقت الحالي، بالإضافة إلى أن الهلال سيء دفاعيا، وتلقى الفريق أهداف في كل المباريات التي لعبها في بطولة سيكافا، وده جرس إنذار مبكر، لأن إذا أراد الفريق الذهاب بعيدا في البطولة الإفريقية يجب علينا امتلاك دفاع فولاذي. تشكيلة الفريق من المفترض تكون مكونة من سفيان فريد كحارس مرمى، بالرغم من إنه ما شفنا منه أي تصديات، ولكن يعتبر أفضل المتاحين حاليا. كرشوم وطيب عبد الرزاق كقلوب دفاع، وبلاش فكرة تواجد عثمان ضيوف، وفي الأطراف إبويلا ولوزولو، بيتروس وماديكا كمحاور في وسط الملعب، وأمامهم روفا، بالإضافة إلى كندي سكول جان كلود وصندي في خط الهجوم. وأتمنى من المدرب إنه ما يألف وما يفاجئنا باختياراته الغريبة زي ما شفنا في المباريات السابقة في بطولة سيكافا. كل التوفيق للموج الأزرق. أنا زاهر زكريا، وفي الختام أحلى سلام.